الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد فتح ملف جرينلاند من جديد، مؤكدا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه المنطقة الاستراتيجية، في تصريحات فجرت موجة توتر سياسي واسعة. وفي المقابل رد قوي وحاسم من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، التي وصفت تصريحات ترامب بأنها غير مبررة وعبثية، مؤكدة أن واشنطن لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي لضم جرينلاند أو أي جزء من المملكة الدنماركية. فريدريكسون شددت على أن الحديث عن الاستيلاء على جرينلاند لا معنى له، وطلبت بوقف أي تهديدات تمس سيادة المنطقة. التوتر يتصاعد، خصوصا بعد تلميحات سابقة لترامب في مارس بإمكانية استخدام القوة لضم جرينلاند دون استبعاد الخيار العسكري. جرينلاند جزيرة جليدية، لكنها مفتاح استراتيجي في صراع النفوذ في المحيط الأطلسي، وسط لفظ دولي قاطع لأي محاولة للسيطرة عليها بالقوة. السؤال الآن، هل هي تصريحات عابرة أم بداية أزمة دولية جديدة؟